السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. انا عملت طبق جميل جدا، طبق مكرونة بكفتة داوود باش. عايزة اقولك الطبق ده مش هياخد منك اي وقت، وفي نفس الوقت مش مكلف وسهل جدا. يعني هتعمليه في 5 دقايق، هيوفر لك وقت ويوفر لك مجهود، وكمان طعمه حلو جدا. لو عملت المكرونة والكفتة دي، عايزة اقولك كل اللي هياكلها هيقول جميلة جدا وطعمها حلو قوي. لو اول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقه. معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. بعد كده بحط شويه ملح، ربع معلقه من الملح، وبحط شويه من الفلفل، وبحط هنا بضيف بيضه، هي بيضه واحده. ومعايا هنا بصله انا بشراها متوسطه، ومعايا شويه كزبره، شويه صغيرين يعني، يدوا طعم بس في الكفته، عشان إن في ناس ما بتحبش الخضره في الكفته، فانا حاطه شويه صغيرين مش هيبانوا. ومعايا هنا خلطه الكفته، هحط شويه صغيرين كده، معلقه. طبعا خلطه الكفته عليها ملح، عشان كده انا ما حطيتش ملح كتير. بعد كده بحط بقى هنا معلقه من من البقسماط، 3 معالق كده بقسماط، وده نوع البقسماط اللي انا حطيته. وبقلب بقى اللحمه المفرومه مع البقسماط والبصل وكل التوابل اللي انا حطيتها دي والبيض، بقلبهم كويس جدا. لازم تقلبيهم بايدك كويس جدا علشان اللحمه تبقى متماسكه معاكي والكفته ما تفكش منك. طبعا في بقسماط كده قطع انا شيلته، علشان القطع ده ممكن يخلي الكفته معايا تفك. بقلبهم كويس كده مع بعض. كده انا خلاص قلبت الكفته، بقت معايا بالشكل ده كده. بصي لو عملتيها تطلع معاكي متماسكه ومش هتفك منك ولا اي حاجه. بس كده مش هضيف اي حاجه بقى. هعمل اللحمه دي كرات كده بالشكل ده كده، كرات مدوره، وبرصها كده في طبق. هعمل اللحمه كلها على شكل كرات. ودي الكميه اللي انا عملتها من ربع كيلو لحمه مفرومه. بجيب بقى كرات الكفته، بحطها كده في الدقيق علشان لما اجي احمرها ما تفكش مني، وفي نفس الوقت تبقى لونها حلو. هعمل الكميه كلها. دلوقتي انا خلصت الكفته بالشكل ده كده، عملت الكميه كلها. بحطها في التلاجة ترتاح بس شويه. وبجيب هنا معايا سمنه، في الطاسه دي سمنه على زيت، برص فيها الكفته كده وبحمرها من كل الجهات. بسيبها على نار متوسطه، ولازم تقلبيها عشان تتحمر معاكي وما تبقاش نية. بس احنا كده كده هنسويها تاني، بس لازم تقلبيها. بسيبها كده تحمر. بعد كده بحط بقى هنا حلة على النار، فيها مية مغلية وحاطة فيها معلقة ملح. بعد كده بحط المكرونة الاسباجيتي. لو عايزة تحطي اي مكرونة تانية ممكن تحطي اي نوع. واسيب بقى المكرونة تغلي وتستوي معايا. مش بطلعها نص سوا، لازم تستوي معايا. ودلوقتي اللحمة، كرات اللحمة اتحمرت معايا نص تحميرة كده، بسيبها لسه تتحمر تاني. هي كده لسه ما اتحمرتش، لازم تتحمر كويس معايا. وبشيلها بعد كده. دلوقتي خلاص اللحمه اتحمرت وده شكلها.
معايا هنا بقى السمنة مش هرميها والزيت، انا شلت منهم شوية. وهحمر هنا بصلاية صغيرة مبشورة. هنا شوية السمنة دول خليتهم على جنب. اقول لكم دلوقتي انا هعمل بيهم ايه. بقلب بقى البصلة لحد ما تحمر معايا. لازم لما تيجي تعملي المكرونة تحمري البصلة كويس علشان تخلي طعم المكرونة حلو معاكي. وحطيت هنا 3 فصوص توم مفرومين. دلوقتي البصلة اتحمرت كويس، بقت شكلها بالشكل ده كده. هحط هنا معايا فلفل اخضر وطماطمايه انا مقشراه ومقطعاه مكعبات، وبقلبهم كده مع البصل والثوم. بسيبهم شويه كده دقيقتين 3 وكده. المكرونه معايا بصي استوت خلاص، بصفيها. بحط هنا معايا بقى هنا الطماطم اللي انا مفرزاها. انا عاملاها برضو في القناه فيديو شورتس، سهله جدا، بستخدمها في كل اكلاتي. وبتكون معايا صلصه جاهزه، ما بتاخدش معايا اي وقت في المكرونه ولا في الطبيخ. شوف الفيديو سهل جدا. بحط هنا شويه ملح. الطماطم معايا كده كده انا مسبكاها. هحط بقى هنا الكفته وهسيبها تتحمر، يعني هسيبها تستوي شويه مع الصلصه دي، مع صلصه المكرونه. وبرضو بقلبها على الناحيه التانية عشان اتاكد انها استوت. هنا معايا المكرونه بعد ما صفيتها. هحط عليها بقى شويه من السمنه. بصي جميله جدا، هتدي طعم حلو قوي في المكرونه مكان تحمير الكفته. بصي ادت طعم حلو في المكرونه، وكمان ادت لون حلو مع المكرونه. عايزه اقولك الاكله دي جميله جدا لو عملتيها في رمضان، موفره وفي نفس الوقت كمان طعمها حلو. معايا هنا بصي خلاص الكفته استوت. بس كده بقدمها بقى، بحط المكرونه وبعد كده بحط الصلصه وبحط الكفته. بصي طبق جميل جدا، شكله حلو قوي وكمان طعمه احلى. جربيه، وفي نفس الوقت لو عندك اطفال هتحبه جدا. يا رب يكون الطبق عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.